أنا اسمي غادة، عندي 23 سنة. أنسة مش متجوزة، عايشة في محافظة الجيزة في إمبابة، وقاعدة أنا وماما لوحدنا لأن والدي توفى وأنا صغيرة، وأنا كنت بنتهم الوحيدة. وماما ما كانتش مقصرة معايا في أي حاجة، بل بالعكس، كل حاجة كنت بطلبها منها كانت بتجيبها لي. ماما كان ليها أخ شغال برا، ومن ساعة ما بابا ما مات وهو بيبعت لنا فلوس كل شهر. أنا كنت متفوقة جدا في الدراسة، وكنت شاطرة قوي في المدرسة من وأنا صغيرة الحمد لله. دخلت كلية الصيدلة وجامعة عين شمس، وبعدها اتخرجت من الكلية بتقدير جيد جدا. بعد ما خلصت واتخرجت ما بقيتش قادرة أقعد في البيت، بقيت أحس بزهق، لأن أنا كنت متعودة أيام الدراسة إن أنا بنزل وبخرج وبروح وباجي، إنما من ساعة ما اتخرجت وأنا قاعدة في البيت بقيت أحس بملل، وإني ما كنتش بتعلم السنين دي كلها علشان في الآخر أقعد في البيت وما اشتغلش. فقلت لماما إن أنا زهقت من قعدة البيت وكده وعاوزة أشتغل. ماما وافقت. بعدها رحت أنا عملت السي في بتاعي وبعته لحوالي 5 شركات. جالي اتصال من 3 منهم، ورحت عملت مقابلات في ال3 شركات دول لحد ما استقريت على شركة فيهم، لأن مرتبها كان كويس، وكانت شركة هاي أوي، يعني شركة عالية جدا، والحمد لله اتقبلت فيها. ولما دخلت الشركة وشفت الناس اللي شغالين فيها، طبعا أنا كنت أول مرة أشتغل. أنا حسيت إن الناس اللي شغالين في الشركة دول يعني طبقة عالية جدا ماديا. كل اللي شغالين في الشركة معاهم عربيات حديثة وموديلات حديثة، وكنت حاسة إن الناس دي أصلا مش محتاجين للشغل، يعني من كتر ما هما مبسوطين ومرتاحين. وكنت حاسة ان هما بيجوا الشغل كده علشان يغيروا جو مش اكتر. بعد ما اشتغلت حوالي شهرين في الشركة، طبعا اتعرفت على الناس اللي في القسم معايا. هما 3 بنات وشابين اكبر مني بحوالي 3 سنين. عندهم حوالي الشابين دول عندهم حوالي 27 سنة. كل واحد شغالين في الشركة دي مع بعض بقالهم 4 سنين. فطبعا هم أصحاب جدا واخدين على بعض جدا. وطبعا لما قربت منهم عرفت ان هم بيخرجوا بعد الشغل ويتفسحوا وبيسهروا برا ومقضينها يعني بالبلدي كده. فلقيت واحدة من البنات بتقولي ما تيجي معانا النهاردة، ان احنا خارجين هنسهر سوا وكده. فطبعا عشان انا مش متعودة على الكلام ده فاعتذرت. قلت لها انا ماما هتقلق عليا وكده، وهبقى اقول لها، وبعد كده يوم تاني ان شاء الله هبقى اجي معاكم. الغريب بقى في الموضوع ده ان في 2 من البنات دول متجوزين. فانا ازاي يعني، انا استغربت جدا ازاي البنات دي بتخرج مع الشباب دول وبيسهروا برا. فقلت يمكن عندهم عادي، متفهمين ومتعودين على كده، والموضوع عندهم عادي يعني، انما انا ما تربيتش على كده. فعشان كده كنت مستغربة الموضوع. ومع الوقت كل مرة كانوا بيطلبوا ان انا اخرج معاهم، فعرفت ماما ان انا زمايلي البنات اللي شغالين معايا وكده بيخرجوا بعد الشغل، وانا هبقى اخرج معاهم. ومعرفتهاش طبعا ان بيكون في ولاد شباب معانا، لانها عمرها ما كانت هتوافق. الشابين دول واحد منهم اسمه مصطفى، وواحد تاني اسمه ايمن. انا كنت بتعامل معاهم عادي خالص زيهم زي اي 2 في الشركة. وبسبب معاملتي اللي تعتبر يعني جافة شوية معاهم، بقيت احس ان مصطفى ده يعني بقى يقرب مني كده. حسيت ان في حاجة من ناحيته، يعني بحكم شغلنا طبعا احنا ارقامنا مع بعض، يعني انا معايا ارقامهم وهم معاهم ارقامي. فبقيت الاقي كل يوم بعد ما اروح الاقي اتصال من مصطفى يطمن عليا ويشوفني وصلت البيت ولا لا. انا ما اكدبش عليكم، طبعا انا حبيت الموضوع والاهتمام بتاعه ده، وده ما كانش فيه حاجة اكتر من كده ما بيننا يعني. بس مع الوقت ومع الايام ويوم والتاني لقيت اهتمام مصطفى بيا بدأ يزيد كده جدا، وحسيت ان في حاجة جواه ناحيتي. في نفس الوقت انا ما كنتش عاوزة الموضوع ده يأثر على الشغل بتاعي.
لأن أنا الحقيقة باحب شغلي جدًا وباحب دايمًا أكون متفوقة في أي حاجة، أي حاجة أنا باعملها، وبسبب حبي لشغلي ده اترقيت وبقيت رئيسة القسم، مع إن هُم زمايلي دول اللي معايا في القسم أقدم مني في الشركة بكتير، اللي بقى له 3 سنين واللي بقى له 4 سنين، وأنا لسه جاية ما كمّلتش 3 شهور شغل أترقّى. طبعًا من ساعة ما اترقيت وأنا بقيت أحس إن البنات اللي معايا متضايقين مني أوي، مع إني باعاملهم حلو جدًا ولا حتى بقيت أحسسهم إني رئيسة القسم بتاعهم. المهم عدِّت الأيام واتعودت إن أنا أخرج معاهم بالليل ونسهر سوا وكده، يعني بعد الشغل، وخلاص بقى خدنا على بعض وبقينا زمايل. وكل يوم كان بيعدّي عليَّ بقيت أحس إن مصطفى أكتر واحد فيهم مهتم بيّا وبيحاول يكون قريب مني. بدأ يبعت لي رسايل على الواتساب وكل وقت والتاني كده يبعت لي رسايل حلوة، بس ما فيهاش كلمة حب صريحة، بس أنا كنت متأكدة طبعا إنه بيحبني. لحد ما جه في يوم واحنا في الشغل قال لي أنا عاوز أطلب منك طلب وأتمنى ما تكسفنيش. قلت له أطلب خير، في إيه يا مصطفى؟ قال لي أنا عاوز أخرج أنا وإنتي بس بعد الشغل، علشان عاوزك في موضوع مهم، وطبعا مش هينفع نتكلم فيه هنا في الشغل. فكرت كده وقلت له ما انت عارف يا مصطفى أنا عمري ما خرجت مع حد لوحدي، وأنا كنت بخرج علشان احنا شلة وبنخرج سوا. قال لي والله يا غادة أنا مش هطول عليكي يعني، كبرنا قوي ساعة واحدة وبعد كده هتروحي. قعدت أفكر كده شوية وقلت له ماشي يا مصطفى حاضر. خلصنا الشغل في اليوم ده وقال لي حاولي تأخري نفسك شوية بحيث إن كل زمايلنا في القسم بتاعنا يعني يمشوا، وبعدها احنا هنمشي على طول بالعربية. وفعلا أخرنا نفسنا لحد ما اتأكدنا إن كله مشي، ونزلنا من الشركة ورحت ركبت العربية بتاعته وطلع بيا على كافيه وكان شيك جدا وهادي قوي، يعني علشان نعرف نتكلم. دخلنا وقعدنا أنا وهو قدام بعض، وطلب لي حاجة أشربها وقلت له خير يا مصطفى كنت عايزني في إيه؟ قال لي أنا عاوز اللي أنا أقولهولك ده يكون سر بيني وبينك، حتى لو انتي رفضتي اللي أنا قلته مش عاوز حد في الشركة من زمايلنا يعرف عنه أي حاجة. قلت له انت عارف اني اصلا مش بحكي عني اي حاجة لأي حد، علاقتي بيكم الشغل وبس مش اكتر من كده يا مصطفى، وانت عارف. قال لي انا عارف بس انا مش حابب حد يعرف حاجة. قلت له اطمن مفيش حد هيعرف اي حاجة قول. قال لي بصراحة يا غادة من اول يوم وانت جيت عندنا الشركة وانا حسيت باحساس مختلف، اول مرة احسه من ناحية حد. حسيت اني اكون عاوز ابقى قريب منك وعاوز دايما اطمن عليكي، حتى لما اليوم بتاع الشغل بيخلص وبنروح ببقى قاعد في البيت بستنى اليوم اللي بعده يجي بسرعة علشان اشوف، وانا معجب بيكي قوي وبحبك. طبعا وهو بيقول لي الكلام ده انا من جوايا كنت طايرة من الفرح، بس في نفس الوقت مش عايزة ابينه. وقلت له يا مصطفى انت انسان محترم وانا بعزك قوي، وبصراحة مش عارفة اقولك ايه، انا اول مرة اتحط في الموقف ده، فمعلش أرجوك سامحني لأن أنا مش هعرف أرد عليك دلوقتي. قال لي أنا مش مستعجل على ردك، أنا كان كل همي إن أنا أعرفك اللي جوايا، إنما أنت فكري براحتك. وبعدها قعدنا شوية كده وشربنا الحاجة ومشينا، ومرضيش إن أنا أركب مواصلات، وقال لي أنا لازم أوصلك لأقرب مكان للبيت عندك. مصطفى ساكن في مدينة نصر وأنا ساكنة في إمبابة، وكان هيبقى مشوار كبير قوي عليه بصراحة. ما كنتش كمان حابة انه يجي المنطقة عندنا ويعني بالعربية وكده علشان الدنيا مش احسن حاجة يعني وزحمة وكده. فقلت له خلاص وصلني بس انت لأقرب محطة مترو وانا هركب المترو واروح. قال لي ماشي، وفعلا وصلني لأقرب محطة مترو. وروحت اليوم ده وانا يعني مش عايزة اوصف لكم انا فرحانة قد ايه، ولاني اول مرة الاقي حد مهتم بيا قوي كده واول مرة حد يعترف لي بحبه. مع الوقت بقيت أحب أروح الشغل علشان أشوف مصطفى.
حسيت إن أنا قلبي بدأ يتعلق بيه، وتقريبا كمان بقيت أحبه لحد ما كنا في يوم بنتكلم على الواتس واعترفت له إن أنا كمان بحبه. وبدأت علاقتي بمصطفى تتطور بقى وبقى هو أهم حد في حياتي. وبقينا نخرج أنا وهو لوحدنا كتير أوي ونتكلم مع بعض، ولما بروح بنقعد نتكلم في التليفون يمكن لساعات. ووقتي معاه ما كنتش بحس بيه خالص. كل ده طبعا وأصحابنا اللي في الشركة ما يعرفوش أي حاجة عن العلاقة اللي بيني وبين مصطفى. ومع بداية دخول فصل الصيف لقيتهم بيتكلموا عن رحلة وعاوزين يطلعوها في الساحل الشمالي. طبعا احنا خلاص كانت أجازة العيد الكبير وكانت قربت، وأنا بصراحة بسمع عن الساحل ده إن أسعاره غالية وبصراحة مش هينفعني يعني. فلما هما جم يتكلموا معايا وقالولي إن هما هيروحوا، أنا بصراحة رفضت واتحججت وقلت لهم إن أنا ورايا حاجات في البيت هعملها مع ماما يعني وكده. وبعد كده احنا بنزور قرايبنا في العيد وكده. في اليوم ده بالليل بعد ما روحت لقيت مصطفى بيكلمني وبيحاول يقولي ان انا اروح معاه يعني وكده. قلت له بص يا مصطفى، انت مش حد غريب يعني. انا بصراحة مش عاملة حسابي، والموضوع ده اكيد هيكون مكلف جدا عليا، وانا حاليا داخلة جمعيات وبحوش علشان انت عارف ان انا بجهز نفسي، وعارف ان بابا متوفي وانا اللي شايلة الدنيا كلها. وخروجة زي دي يا مصطفى اكيد انا هصرف فيها كتير قوي، وانا فعلا مش عاملة حسابي ليها، فمعلش سامحني. قال لي يا بنتي مين قالك اصلا ان انتي هتدفعي حاجة؟ ده احنا بنروح نقعد في الشاليه بتاع ايمن ومعانا عربياتنا، فانتي ما تشيليش هم اي حاجة خالص، وكده كده انا معاكي. قلت له طيب سيبني دلوقتي بس وانا هفكر واسأل ماما وابقى ارد عليك. المهم بعدها رحت قلت لماما ان في رحلة الشركة هتطلعها وكده في اجازة العيد، حوالي 3 ايام، ولازم اكون موجودة معاهم في الرحلة دي. قالت لي طيب ايه الرحلة دي فين؟ قلت لها الرحلة دي هتكون في فندق في العين السخنة والشركة كلها هتكون رايحة. طبعا مرضتش اقول لها ان انا رايحة الساحل الشمالي مع اصحابي علشان عمرها ما كانت هتوافق. قالت لي ماشي يا حبيبتي اللي انت عايزاه، بس اهم حاجة تخلي بالك على نفسك. قلت لها ان شاء الله يا ماما حاضر، ما تقلقيش عليا. بعدها بيومين كلمت مصطفى وعرفته ان ماما وافقت وكده، وقلت له ان انا عاوزاك تروح تكلم زمايلك علشان هم يجوا يكلموني تاني، علشان ما ينفعش بعد ما انا رفضت اروح اقول لهم ان انا موافقة وكده. فعاوزاهم ان هم يجولي تاني ويطلبوا ان انا اروح معاهم واعمل نفسي ان انا ايه وافقت يعني علشان خاطرهم وكده. فعلا ده اللي حصل واتفقت اني اروح معاهم. وكان فاضل حوالي 10 ايام ونسافر. بدأت اشوف انا هحتاج ايه هناك، وجهزت الهدوم بتاعتي وكل حاجتي اللي انا هحتاجها هناك. ظبطت الشنطة بتاعتي وجهزتها، وجه اليوم اللي هنسافر فيه. مصطفى اتفق معايا انه هيجيلي بدري عند محطة المترو اللي نزلني عندها قبل كده. نزلت من البيت الساعة 5:30 وخدت عربية لحد محطة المترو، ولقيت مصطفى مستنيني. أول ما شافني راح نزل من العربية وخد مني الشنطة وحطها في العربية بتاعته. ومشينا ورحنا قابلنا بقية زمايلنا، وكنا رايحين ب3 عربيات، كل 2 من زمايلنا في عربية. فمصطفى قال لي خليكي انتي معايا في العربية بتاعتي. واتحركنا في الطريق، والطريق كان حلو قوي قوي قبل ما الشمس تطلع، وكان جميل. وانا كنت مبسوطة جدا لان انا كان بقالي فترة كبيرة قوي ما طلعتش مصر. ومصطفى كان مشغل اغاني حلوة قوي بصراحة، وكان عامل جو جميل جدا لحد ما وصلنا القرية اللي فيها الشاليه بتاع ايمن. دخل بالعربية بتاعته من البوابة واحنا دخلنا وراه. وصلنا عند الشاليه ونزلنا وطلعنا الشنط فوق. الشاليه كان جميل جدا جدا جدا. هو عبارة عن أوضتين وريسبشن كبير، وكل حاجة كانت متاحة في الريسبشن. أي حاجة أي حد تخيلها كانت موجودة.